لا يجوز، تاني لا يجوز، تالت لا يجوز، رابع لا يجوز، خامس لا يجوز، 5 مرات اهي. لا يجوز لأحد كائنا من كان أفطر في رمضان لعذر أيا كان العذر، أدام عذر شرعي معتبر، مرض أو سفر، خلاص كده. طيب، أن يقول بأن الكفارة تجزئ عنه أو الإطعام إلا 2 فقط، ما لهمش تالت. يبقى ما حدش يقول لي زي الأخت سهى كده أنا يا عم الشيخ خرجت الإفطار 30 صائم وخلاص معليش حاجة، إلا 2 بس. أول واحد الطاعن في السن الذي يعجز عن الصيام، والطاعن في السن دي ملهاش حدود. الله يدى ابويا العمر والصحة، عنده السنة دي 89 سنة وهيصوم ومصر على الصيام، يقول لي لا يمكن، ما ينفعش، ما لقاش ربنا وانا فاطر ابدا، ما ينفعش ان انا اختم عمري بالكلام ده ابدا. في واحد تاني يبقى عنده 60 سنة ويبقى طاعن في السن مش قادر. في واحد تالت يبقى عنده 70 سنة ويبقى طاعن في السن، يبقى الطاعن في السن اللي ما يقدرش يصوم. طيب، والتاني يا عم الشيخ المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، خلاص الدكتور قال ان الراجل ده او الست دي مش هتخف، والمرض ده يستحيل معاه الصيام، ما ينفعش معاه الصيام، ففي الحالة دي هنقول له الإطعام يجزئك. طيب، اللي زي حالاتي لو مريض، او اللي زي حالات الاخت سهى ما شاء الله عليها، بعد ما خلاص ولدت ما شاء الله ورضعت وبقت زي الفل هي والبيبي بتاعها وما شاء الله اسره سعيده، تقول لي انا خلاص دفعت، اقول لها لا، لابد وان تصومي ما عليك.